من تشتغل بالتسويق وتبدي تجيب فلوس اهلك راح يبدون يحترموك. الشاب العراقي يخلص حياته بالبيت يزوبل بالبيت، بيضايه ما حد يطق له لحد ما يبدي يجيب فلوس. قيمته السوقيه شوي تبدي ترتفع بالبيت راسا مباشره. يعني اول شيء لحمايتك بالمرقه تكبر، امك تدور بالعرموط وين اللاحقه تعطيك اياها، وتمشي على اخوانك الصغار الخضر. اختك تقوم تعمر لك نراقيل الطب البيت تلقاها تفر بالجمر هيك تقول خلفه مال قهوه. والمشكله النرجيله اللي تسويها اختك طيبه مو يعني انت تبدي تشكها منين تعلمت تسوي نرجيله بس والله خوش نرجيله. وراها مكانك بالنوم يبدي يتغير، بالصيف ينيموك بحق المبرده، وبالشتاء وين ما تقعد يدنون الصوبه يمك وامك قاعده يمك تسوي لفات وتعلف بيك. هاك يمه وجهك اصفر اكل ما تناوشني الحمراء. وقبل لا تستلم راتب ايام كلهم يحبوك ويريدون خاطرك لك توصل مرحله اهلك بالبيت يقوم يبدون ياخذون رايك، عبالهم اللي عنده فلوس يفتهم، فيبدون ياخذون رايك لحد ما يصير بينك وبين ابوك صراع على السلطه بالبيت. اما اذا راتبك اعلى من ابوك فابوك اعتبره صار صديقك، تشرب عرق قدامه عادي ما عنده مشكله. دخن ابني صدق كذب، دخن عيب شنو السوالف هاي مال متخلفين مال ما يدخنون.